السلام عليكم. قصة العراقي يونس صالح بحري الجبوري اللي أصبح ضابط بجيش هتلر كان يقدر يدخل على هتلر من دون ما يستأذن. يونس بحري لقب من أكثر الناس بأسطورة الأرض. هو من مواليد عام 1904 في مدينة الموصل. من أغرب الشخصيات اللي مرت على تاريخ العالم. تزوج 90 امرأة زواج شرعي، وأكثر من 200 امرأة زواج مدني. عنده 365 ولد، ولا يعلم كم عدد بناته. أسس 16 إذاعة، وكان يتقن 17 لغة. يحمل 15 جنسية، وعنده أكثر من 1000 حفيد. قابل معظم رؤساء الدول وصادقهم. قابل أغلب المشاهير في زمانه. تم الحكم عليه بالإعدام 4 مرات. يملك الكثير من الكتب والمؤلفات والمقالات. درس في عدة جامعات وكليات، وفي عام 1921 أكمل دراسته في المدرسة الحربية في مدينة ميونخ في ألمانيا، وهناك قدر أنه يتعرف على هتلر. تقدر تقول أنه طقها صحبة معه، صار من أعز أخوياه وأصبح ضابط في جيش هتلر. يونس بحري هو مؤسس أول إذاعة عربية في قارة أوروبا في عام 1939. هي إذاعة برلين العربية، تبث من ألمانيا إلى أرجاء الوطن العربي. يونس صالح بحري الجبوري عبارته الشهيرة: هنا برلين حي العرب. كان يسب بعض الملوك ورؤساء دول على الهواء مباشرة. في الهند كان يعمل كمراسل صحفي لإحدى الصحف الهندية، وفي وقت آخر شغل منصب مفتي في إندونيسيا وإمام جامع في باريس. آخر أيامه استقر في العراق، تحديدا في بغداد. توفى في مستشفى الراهبات في بغداد عام 1979. تم دفنه في مقبرة الغزالي. طبعا تم دفنه للأسف من قبل البلدية، لأنه كان فقير جدا ما يملك شيء. الشاعر الكويتي خالد الفرج كتب قصيدة رثاء بيونس بحري مكونة من 64 بيت. عموما أسأل الله أن يرحمه ويغفر له. هذه كانت أهم النقاط في مسيرة حياة يونس صالح بحري الجبوري. أترك لكم التعليق. السلام عليكم.